شوفي أنا دايما الناس بتقول لك في المدرسة أو في معلمين بتقول لك أنا ما جاي أربي أولاد الناس، لكن أنت لما تجي تعايني للوقت اللي الطفل بيقضيه بياخده في المدرسة هو صحيح. فعليا ما بيقضي ربعه مع أمه وأبوه في البيت. مرحبا، أنا قمر محمد وبرحب بكم في بودكاست قمرة. بس قبل ما نبدأ حلقة اليوم حابة أوجه رسالة شكر لمصممة سودانية شابة مش قادرة أتجاوز إبداعاتها وذوقها العالي. عبايتي اليوم من تصميم علا محمد صاحبة براند فيولا. تصميمها أنيق ومليء جدا بالتفاصيل، فحابة أقول لك شكرا يا علا. والآن نقدر نبدأ حلقتنا. تهليل لطفي هي زوجة، أم، معلمة، مدربة معلمين، وحالياً مديرة تعليم في واحدة من الشركات الرائدة في المملكة. مرحبا تهليل. أهلين قمر. نورتينا في قمرة، سعيدة جداً جداً بوجودك، وأتمنى الشعور يكون متبادل. والله هو في little bit excitement وتوتر وكده، لكن أنا مبسوطة. أول حاجة مبسوطة إني عرفتك. شكراً. بشوفك من فترة، لكن كنت دايما عايزة أعرف الشخصية دي، وسمعت عنك كتير وتحكي لي عنك كتير، بس it was so nice إني أنا أقعد ألاقيكي I get this opportunity معاكي إنه إحنا نقعد ونتونس. وأنا بالأكثر، وشكراً على قبولك الدعوة، وحابة أتعرف عليك أكثر من قعدتنا اللي كانت قبل الكاميرا أو لقائنا القبل، ونعرف الناس أكثر وأكثر عليكي. أول حاجة تاني شكرا إن أنتي اديتيني فرصة إن أنا أكون معاكي هنا، وبالعكس يعني أنا جدا مبسوطة، ما بس عشان الواحد يتونس ويطلع وكده، لكن عشان نفيد، عشان صح. نستفيد، عشان في حاجات الناس ما عارفاها، عشان الأمهات يعني دايما بيجلدوا نفسهم بسبب الشغل وأولادهم وكده، يشوفوا حاجة قدامهم ممكن تخليهم إن هم يتشجعوا ويطلعوا من الكومفورت زون أو يطلعوا من الحتة اللي بيخافوا منها. فأنتي طلبتي مني أنا أعرف نفسي. أنا دايما بقول أنا أم قبل أي حاجة. يعني أنا شايفة إنه سبب نجاحي أو سبب إني أنا قاعدة أعمل اللي أنا بعمل فيه حاليا داليا. أنا بحب التعليم من زمان، فعشان انتي ما قلتي معلمة، أنا بحب التعليم. فأنا حتى لما قريت مجال طبي بحت و7 سنين وبالروسي، وتحديت نفسي وسافرت، لكن ما حسيت نفسي فيه أبدا. يعني ما حسيت إني أنا شايفة نفسي هناك. لما يكون عندك شهادة كبيرة زي الطب وتخليها على جنب وتروحي تدوري على باث تاني زي التعليم، لأنك كنت تبحثي عن شغفك في النهاية. يعني شغف، وبعدين كان تحدي. أنا كنت بتحدى أنا الزمان. يعني أنا كنت دائما الطالبة اللي عاملة مشاكل في المدرسة، ماما كل يوم في المدرسة، بابا المديرة متصلة بيه فكان عندي تحدي. فكنت دائما شايفة نفسي الفاشلة في المدرسة، مع إنه كانت علاماتي كويسة، بس دائما كنت متعبة. فده واحد من الأسباب اللي خلاني إني أنا أتجه للتعليم. هو يعني دائما in the back of my head أنا عايزة أثبت نفسي في مجال التعليم. فاللي خلاني أركز في الموضوع ده كتير وأعين له بعد ما بديت as a teacher كانت داليا. كنت عايزة أقدم أي حاجة ممكن أقدمها لداليا بالطريقة الصح. فأنتي دخلتي يعني درستي الطب وتخصصتي فيه وبالروسي، ورجعتي للمملكة وين انولدتي وتربيتي، وكانت بس في فترة في الجامعة في السودان وبعدين في روسيا في أوكرانيا. yes. أو لما رجعتي حبيتي تخلي الطب بكل المراحل اللي مريتي فيها وتبدأي في التعليم، وكان محفزك ودافعك الأقوى بنوتتك داليا. بعد ما جات داليا، قبلها داليا ما كانت موجودة أصلاً. الطب يعني عارفة دائما البيت الكبيرة، فلازم تكون دكتورة. بابا كان أبو الدكتورة، فكان لازم واحد يجيب تايتل الدكتورة أول. فعشان بما إني الكبيرة فقامت لزق فيها الموضوع. قبل داليا كان التحدي إني أنا قلت لك بتحدى نفسي القديمة. يعني أنا كنت العاملة دايما، كان أخواتي أهدأ مني، هديل اللي بعديه على طول، فدايما كان في المقارنة. هي شاطرة، ممكن نسميها دافورة، زمان كنا بنسميها دافورة. هي الدكتورة، هسه هي اللي قرأت الطب، هي كده، هي اللي كملت في الطب. فهي اللي كملت في الطب. فزمان كان في المدرسة دايما في مريح ماما وبابا، وفي اللي كان عامل لهم الصداع، فأنا اللي كنت عاملة الصداع. فدايما كان عندي ممكن جلد الذات من أنا صغيرة، إني أنا دايما عاملة مشاكل، ودايما أنا تعبة ماما، ودايما
متعباها ودايما عارفة embarrassing her إني المدرسة متصلة بها ما عشان تقول لها بنتك عملت حاجة كويسة لا عشان تشتكي من بنتها. وبنتها في جهة التعليم هي شاطرة بس أيوة. هي بس كانت كان بس دايما كان في استهانة بشخصيتي في الموضوع، فأنا كنت عايزة أتحدى الموضوع ده بالضبط. فده العمل exactly. وعشان الموضوع كان دايما جاي من المدرسة، فأنا أنا تحديت نفسي في حتة التعليم، فعملت السلف ساتسفاكشن لبابا حتة إنه أبو الدكتورة أي قريت طب رياضي إعادة تأهيل سبورت ميديسن حلوين لطيفين أهي الشهادة زي ما طلبتها زي ما يا عايزها. سلام. أنا ما عندي شغل بالموضوع ده يعني أنا يعني ممكن أقول لك ده هسي تاني أنا هسي ما باخد في باتشلرز تاني عشان أنا أتحدى نفسي بس في الحتة دي أهي اللي هو له الشهادة. علاقة تامة بالتعليم. صحيح صحيح. فخلصنا من المرحلة دي بديت as a teacher، يعني كنت عايزة أخش أشوف إحساس التيتشرز زمان اللي كانوا عندي في المدرسة كانوا حاسين شنو من ناحيتي. أنا كنت أتعباهم لياتو درجة عشان يوصلوا معايا المراحل اللي وصلوها، وإنه مثلا أنا أتصل بأمها كل أسبوع أقول لها تعالي شوفي بنتك بتعمل في شنو. أنا طبعا يا تهليل هربت من النقطة دي إني أحس بإحساس أنا كنت بعمل شنو أو كان بيتعمل شنو في المدرسين. من بعد أول انترفيو كنت ناوية يعني أدخل السلك بتاع التعليم، بس تخيلت على بالي إنه مثلا هينعمل فيني زي ما كنت بشوف المعلمات بنعمل فيهم شنو، طوالي انسحبتها. على عكسي تماما، أنت الحاجة دي بالنسبة لك كانت دافع. exactly. ويعني أنت ما متخيلة، أنا بقول أعظم مهنة في الحياة في العالم التعليم. أنت لما تتعاملي مع مسؤولية زي مسؤولية الأطفال أو إنه ما أولادك وما بتقدري إنك أنت cross your limits. تاني حاجة الفكرة نفسها من التعليم، يعني it always starts from a teacher. التيتشر ده هو اللي بيخرج المدير والوزير والأمير صح. فدايما التعليم هو كور كل حاجة. بيخرج لنا حتى الأم والأب اللي موجودين عندنا في بالضبط. البيت. فكان بيربوا. الموضوع إنه لا أنا عايزة أشوفهم هم ليه كانوا حاسين من ناحيتي بالإحساس ده. I wanted to be in their shoes. عايزة كنت أقعد في حتتهم عشان أشوف الناحية وما قدرت. ما قدرت. استوعبتي أنت كنت بتعملي في شنو؟ ما قدرت أستحمل. ما أنا اللي قادرة أتعامل مع الأطفال، فما قدرت ألومه. لكن يعني لحظي لما وصلت للفيز داك جات كورونا. أوكي. فالدنيا ممكن نقول هدت سنة ونص، المدارس كان شغلنا أونلاين، فمن هنا فما ذلك اضطريتي إنك يكون في مواجهة مباشرة صح وتعامل مباشر. كان كله behind the screens. أنت قاعدة براحتك، لو في حاجة مضايقاك بتكفي الكاميرا والبتاع وبتقدري تتكلمي وبتريحي نفسك. وقت ذلك كان عمرها 6 شهور. فأنا كنت قاعدة أشوف إنه أهو بعد ما كورونا تخلص ولو كورونا خلصت وداليا دي لما تجي تتعلم، هل القدامة دي حتكون حاسة بنفس الإحساس اللي أنا حاسة به حاليا قدام أولاد الناس اللي قدامي؟ أوكي. هل حتكون معاها في الكلاس حتعاملها زي ما أنا نفسي إنه هي تعاملها؟ أنا لما لقيت نفسي ما قادرة أتعامل مع فئة عمرية معينة انسحبتي. لكن ما زلت كان لسه عايزة أشوف أنا حوصل في وين للتعليم. بقيت بدور على طرق تانية. فحسيت لما أنا خدت نفسي في محل المعلمين حسيت إنه أنا ما الحواليني surroundings ما كانت مشجعة. ما كان في القائد ممكن نقول لابس على عباية التعليم بالطريقة الصح عشان يوجهني صح. عشان كده كوتش مثلا يوريكي كيف تقدري ترينر تتعاملي. سكول ليدر. فما حسيت إنه الشخصية دي موجودة اللي ممكن تسندني. يعني ما كان نفسي مثلا لما ما أقدر أتعامل مع طفل أتلام إنه أنا الكبيرة وهو الصغير أو إنه أنا المفروض ما تخدي راسك من راسه. معنى أضبط. بالضبط. فقمت فكرت بقيت بدور، يعني وقتها بقيت بشوف إنه أنا مفروض أعمل شنو. فكان الباث طويل شوية، ما كان بسيط إنه أنا مثلا أوصل لحتة التيتشر ترينر أو مدرب المعلمين. ما كان الباث بسيط. فكان المفروض التيتشنج توصلي بمرحلة تكوني ملمة بالمناهج وسبل التعليم وطرق التعليم والحاجات دي كلها. بعدين تبقي مثلا سوبرفايزر أو كوردينيتور، تقومي يكون عندك إمباكت في الموضوع ده عشان تقدري توصلي إنك تصيري مدربة. بعد ذاك أقوم أطلع من أمبريلة المدارس وأدخل أمبريلة التدريب عشان أقول عليها كده. فكان لازم أبني الخبرة دي كلها أول، بعد ذاك أوصل للمرحلة بتاعت إنه أنا اللي أبقى الشخصية اللي أنا ما لقيتها زمان، أنا أبقى للناس حاليا. أخذت منك قدر شنو المرحلة دي تقريبا؟ ممكن كان very hard work. يعني إحنا كورونا قولي رجعنا الشغل 2021 صح. سنة
أنا بقيت teacher trainer قبل 2 بالضبط. اللي هو 23 تقريبا. 23 أيوة بالضبط 2. كنت بتكلم مع واحدة من الترينرز اللي هي كانت رول موديل لمدرستنا، أو ممكن تكون السوبرفايزر في المدرسة أنا كنت شغالة فيها من أورجانيزيشن كبيرة. فأنا قلت لها أنا عملته وما عارفة شنو. قالت لي تهليل ارحمي نفسك شوية، اللي أنت عملتيه في 8 شهور أنا عملته في 4 سنين. واو. فأرحمي نفسك، يعني ما كده، فأنت خدي بريك. فأنا بقيت حسيت إنه أنا عارفة زي زول وراه ساكي وزول وراه صوت ويلا I have to، بس بقيت أنا عايزة أثبت إنه أنا كنت كده بقيت كده، وما كان تثبت لنفسك القديمة اللي هي أنت بتتحديها أصلا في الرحلة دي كلها. as much as إنه كان في كمية من الناس اللي حوالينك اللي هم يا إما ما عايزينك تنجحي أو مستخسرين فيك النجاح، بس ما كنت بعاين لهم. يعني عارفة في مرحلة ما كنت بعاين وبسكت، ما ضعف ولا كده، لكن أنا مالي ومالكم، انتوا ما قادرين تكونوا أنا، انتوا ما قادرين مو في الموقف بتاعي، انتوا ما قادرين عشتوا نفس تكونوا التفاصيل اللي أنا عشتها. exactly. فما كنت بتضايق، ما حكذب عليكي، ما كان الموضوع ده بضايقني، كنت بشيله معايا البيت، كان بيأثر علي. لكن في النهاية بقيت بعاين للأنا اللي كانت امبارح عشان أشوف الأنا اللي حتبقى بكرة. صح. ما حاولت إني أنا أخش في مقارنات مع واحد. لازم تقارني نفسك بنفسك عشان تعرفي التطور اللي وصلتي ليه وعايزة تكملي وين. الشخصية اللي كنت بحاول إني أنا أطمح، كنت بدور على الرول مودلز، الناس الناجحين في الحتة دي، وأحاول إني أنا أقرب منهم، أبقى نتوركينج معاهم، أحاول إني أنا مثلا أشوف الكلاسز حقتهم لحد ما لقيت منتور. يعني بقيت attached to a specific mentor، أنا بقيت معه في كل حتة. يعني هو شخصية عايشة في الإمارات، مستر علي عز الدين. ممكن كان هو أول واحد أخذت معه workshop online. ممكن حالي he is ساعدك شنو تحديدا؟ ساعدك أنك تفهمي كيف يوصل التعليم بشكل نهائي للطفل، أو كيف أصلا تقدر تدرب المعلمين اللي كله. شوفي من أول ما فتح الباب، يعني أنا لقيت عنده كورس أونلاين، دخلته بقيت بشوف هو بيفكر كيف، الحاجة اللي هو بيعملها بالضبط. فبقيت بحاول إني أنا أشوفه بيعمل شنو وأحاول أعمل زيه، بلجأ له لما يكون في حاجة. فالfirst step to being مثلا أقول لكي a school supervisor أو school director كانت منه هو. يعني هو اللي خدتني on the right path. بعد شوي حسيت إنه لا، يلا انت هسه teacher train، انت هسه قاعد تدربني انا، انت ما قاعد هنا. فانا I'm still getting to closer to you، انا قادره اتكلم معاك، بتعلم منك، انا عايزه اوصل للمرحله بتاعتك. exactly. انت بتعمل كيف؟ فكورسز من هنا، تريننج من هنا معاه، كل فتره وفتره بيكون عنده كورس، عنده تريننج، بقيت بسافر عشان انا احضر الكورسز حقته، لحد ما وصلت لاخر مرحله بتاعت انه انا بقيت certified trainer، وبرضه كان through him. بالضبط. فوصلت للمرحلة اللي كنت حابة توصليها إنك تكوني زيه كيف تقدري تدرب المعلمين. برضو كان through him. لحد الآن أنا عندي سؤال وعندي حاجة بقوم برجع عليه هو، يعني كنت شايفة الشخصية المتسامحة المساعدة، يعني أنا عن طريقه كمان قدرتي يصير في تدريب للآباء والأمهات أو هو هداني اللينك، هو اللي وجهك لحاجة زي دي. أنا دائما لما عرفت إنه وصلتي لمرحلة فيها بتدربي المعلمين وبعدين بتدربي أهل الطفل، الأم والأب، فكان عندي سؤال إنه الفرق بين تدريب المعلمين، لأنه المعلم في النهاية ما عنده أشياء مشاعر زي الأم والأب مع الطفل، فكيف تقدري توصفي لي الفرق ما بيناتهم؟ وأكيد في زي ما في فرق في تحديات وحاجات واجهتيها. طيب الفرق، شوفي أنا دائما الناس بتقول لك في المدرسة أو في معلمين بتقول لك أنا ما جاي أربي أولاد الناس، لكن أنت لما تجي تعيني للوقت اللي بيقضيه في المدرسة صحيح. هو فعليا ما بيقضي ربعه مع أمه وأبوه في البيت، فلا هنا في دي similarities بالضبط كده، يعني حاجة مفروض يكون نفس الحاجة. لكن الأم والأبو دايما الأمان للطفل، المرجع التقليد دايما بيكون في الأم والأبو. بعدين الأم والأبو التيتشر بيكون في معهم أكتر من طفل، أكتر من كده،
ما الحتة تركيز؟ دي التركيز بالضبط في الطفل في الطالب بيكون متوزع على أكثر من واحد، ما بتحس إن الموضوع personal إلا في cases معينة. لكن الأم والأبو لا، ما هو ده بنتي، ده ولدي، ده طفلي. في أم وأبو بيكونوا ماخدين معاهم مثلا نقول حاجات من الماضي، ممكن يكونوا مثقلين بكمية بتاعت مشاعر وترسبات، ممكن تكون إيجابية ممكن تكون سلبية. فأنت عشان تقدري تشرحي لهم، بعدين بيجوا باعتقادات الأم والجدة وجدة الجدة، فهم عارفين هم بيعملوا في شنو. فبتجيك الأم بتقول كده ما حتوريني يا ربي أطفالي كيف. اوريدي هم جايين بالفهم وبالثقافة يعني أجيال اللي قبلهم وجايين يطبقوها في الجيل الجديد. بالضبط. فده ممكن يكون الفرق بينهم. التيتشر بتعلميه in general، بتوريه in general. لما يكون في special cases بتقومي بتوجهيه يمين وشمال. لكن الأم والأبو بتفتحي معاهم التواريخ كلها، وبتقعدي معاهم وبتشوفي مثلا روتينهم اليومي، بتشوفي طريقة التعامل، هل هم نفسهم الاثنين تيم ولا ما تيم. يعني أنا الأم والأبو ده التيم أداء لحاله ولا عنده دخلاء كمان بيأثروا؟ يس. احنا لما قبل يعني لما تدربنا عشان احنا ندرب اولياء الامور، كان بيقول لك اي واحد حوالين الطفل عايش معاكم في البيت او بيتدخل في قرارات الطفل يعتبر ولي امر، جزء من العائله. يعني ما الام والابو بس، ولي امر، ما حتى مربي كمان. أوكي. يعني الناني اللي بتقعد معاهم وتيك كير اوف ذم، يس. يعني الحاجات دي ممكن ما يتقبلوها الناس، لكن فعليا انا بطلع الشغل مثلا 8-9 ساعات، هي قاعده مع الناني في البيت. السواق اللي بيودي وبيجي وبيقضي ساعتين في الشارع، يس. الحبوبة، الخالة، العمة، الناس المتداخلين بستريت واي في حياة الطفل. فإحنا كنا بنقول لهم يا تجيبوهم معاكم ونتكلم معاهم، يا إما أنتوا حتفهموا مننا وتمشوا توصلوا لهم والكلمة حتكون واحدة، كلمتكم أنتوا. التربية مثلا الطفل لما يكون عنده كونفليكت في حتة ما، والأم تكون بتتكلم والحبوبة بتتكلم، ولا الأبو بيقول حاجة والأم بيكون حاجة، بيحصل تشتت. في النهاية أنت كل يعني إحنا مشكلتنا بنتعامل مع الأطفال إنهم قدنا، لكن أنت لو نزلتي لمستواهم وعاينتي لهم، خدتي آي كونتاكت معاهم، حتلاقي إنه لا، يعني ده كائن ضعيف ما فاهم حاجة، أنا المفروض أبسط له. إحنا بنسميها فاسيليتيتد، يعني أنت ما معلم، أنت فاسيليتيتر، أنت مبسط للعملية، ميسر للعملية حقت التربية، حقت التعليم، حقت كل حاجة. فأنا الأطفال المفروض إنه أنا أنزل لسنهم لمستواهم. فلما يكون في كونفليكت إنه الأم شايفة نفسها صح، الأبو شايف نفسه صح، الحبوبة شايفة نفسها صح، الناني ما عايزة توجع راسها وبتعمل حاجات براها، فأنا شتت الطفل وبعدين بجي بطلع حرتي كلها وين؟ بقول كده قليل الأدب وما بيفهم. هو فعليا هو ما قليل الأدب، هو ما هو اوريدي اتشتت بكمية المشتتات اللي حوالينه وما في أحد بياخد قرار واحد عشان يقدر يرجع له. بالضبط. فهو ما عنده حتة إنه هو يفهم إنه هو قليل أدب ولا هو ما في النهاية هو التريفلكتس، الموضوع ده كله انعكاس للحاجات اللي بيشوفها، صح. للتقليدات اللي بيقلدها. فما ممكن أنا أسميه طفل قليل أدب. فإحنا بنطلع حرتنا وبنطلع زعلنا وبنطلع مثلا فشلنا في كائن أضعف مننا. أحيانا حتى منغصات اليوم بتطلع فيهم يا حرام. بالضبط. يعني مثلا الأبو ما عارف يلقى الأم عاملة الأكل ولا حصلت حاجة في الشغل ولا whatever، بيجي بيطلع في الطفل الصغير اللي ما له ذنب. ليه مثلا زعق، ديماندت حاجة، طلب له حاجة، شاف له شوكولات في السوبر ماركت زعل عليها، كل التراكمات حقتنا بتطلع فيه. في النهاية ما لهم ذنب. يعني إحنا ما عرفنا نتعامل معاهم بطريقة معينة عشان نتفادى، أو إنه حتى نحتوي ما نتفادى، لأنه ده شعور طبيعي. هو ما عارف يطلع شعوره كيف، أو ما عارف يتكلم، فبطلع بنوبة غضب، ما بيقدر يوصف يمكن، أو ما بيعرف يتكلم لما يكونوا صغار، ما بيقدر يوصف الشعور الصحيح، فبيطلع بردة فعل. إحنا بدل ما نحاول إنه إحنا نحتويها، لا إحنا بنقوم بنخرب الدنيا زيادة. في البداية قلتي إنه أنت دائما بتحبي تعرفي نفسك كأم، بالذات لأنه داليا كان عندها نوع من التحفيز والدعم خاص، يمكن هي ما عارفة عنه ولا أي حاجة، إن شاء الله في يوم من الأيام هتعرف الكلام ده كله. بس كونك كأم بتربي أو بتدربي المعلمين، وكمان بتدربي اللي بيقدموا التربية المباشرة، وفي النهاية مع الأمومة أنت امرأة عاملة، فالإحساس ده دايما قلتي إنه أنا عايزة أوصل إنه للأم والأب ما يحسوا بإحساس الذنب، إنهم يعني عاملين وفي نفس الوقت على عاتقهم التربية وجزء كبير من التعليم. أنت كيف قدرتي توازني الموضوع ده أنت في حياتك؟ شوفي، أنا لو قلت لكي وازنته حكون كذبت عليكي. ما هو لازم يكون في جابس في مكان ما. يعني الشريك الصح
اللي بيقدر إنه هو يتفاهم ويتفهم أنتِ ظروفِك حقة العمل ده جزء. الشغل اللي بيكون مثلًا ساندِك أو إنه بيدعمِك متفهم أو متفهم ده جزء. الأهل اللي حوالينِك اللي ممكن يساعدوكِ لمّا تحتاجي من ده وقت كمان جزء. للتاني. لكني أنا أكون مغطياهم كلّهم كده مع بعض دي حاجة شبه مستحيلة. بس إحساس الذنب اللي إحنا بنحسه كل مرة يعني أنا مثلًا بنتي باقضي معاها كام في اليوم؟ ساعة، إمم، والweekends دايمًا بتمشي عند ماما، فلو جمعتها أيام الأسبوع كلها وعاينت عليها ما حتكون 5، 6 ساعات على بعض. صح، فدايمًا جوايا إحساس بتاع ذنب عظيم إني أنا مقصرة في حقها، although أنا لمّا باقعد باعاين بالقى إنه أنا باعمل ده كله عشانها، لكن أنا ما قادرة أكون موجودة في حياتها بالكمية الكافية. فبتلاقيني قاعدة أحاول إنه مثلًا في أي موقف في أي حاجة أكون أدّيها بزيادة عشان أعوّض إحساس الذنب. فالموضوع ده طبيعي جدًا بالنسبة لأي أم لأي أبو. ساعات بناخد إجازة عشان نقعد معاها، لكن أنتِ لو جيتِ عاينتِ للحياة للروتين ما هو أمر واقع. أنا اخترت إني أنا اخترت الcareer واخترت بيتي واخترت بنتي واخترت أهلي واخترت راجلي، فكلّهم لازم أحاول إنه أنا أدّي كل أوفّق كل كل بيناتهم. exactly. ما حاوفّق. ما التوفيق ده يعني عشان الناس ما تقعد تحس إنه لازم تبقى مثالية، تطلع الصباح تروح تمشي الشغل توصل الساعة 8 صباحًا، ترجع البيت تطبخ، تبقى أم تربي وتدرس. فالواحد دايمًا بيدوّر على حاجة في الweekend يعمل الواجبات الأسرية، فالواحد دايمًا بيشوف الحاجات اللي تبسط له حياته. يعني في البيت مثلًا ما طبخت يومين إحساس 3. الذنب شوية يعني يتقبّل إنه هو في النهاية زي ما قُلتِ، يعني أنتِ بتعملي الحاجات دي كلّها لداليا، والحاجة اللي بتقدّميها للأم والأب في تدريبِك لهم قاعد تعطيها لداليا بطريقة أخرى كمان، عشان تقدري فعلًا اللي بتعطيه الأولى فيه اهم، داليا، اهم. ما الأم مهما تدّي بتحس إنه هي لسه دايمًا مقصّرة. مقصّرة فعلًا، بس في النهاية لو جيتِ عاينتِ في النهاية أنا مبسوطة، أنا قاعدة أبني نفسي بشغلي. صح، أنا ما في حاجة بتقول لِك لازم اليوم كله أنتِ تهلكي نفسِك مثلًا طابخة وما عارفة ما في حاجة بتقول كده، لا دين ولا شرع ولا غيره. ما في حاجة بتقول الكلام ده. الشخص المتفهم هو اللي ممكن يساعد ويفهم في الحتة دي. آمم، الأهل تاني ممكن يساعدوكِ في حتةٍ ما، هم لو أنتِ ما الزيارات العائلية الواجبات ما قدرتِ تعمليها. لكن بالعكس لكل الأمهات take it easy. يعني أنتم لو اخترتوا الcareer واخترتوا أولادكم واخترتوا كده، يا إما تكونوا في شيء dedicated هيكون أقل لحاجة من معينة التاني في exact. وقت من الأوقات، بالضبط، بالضبط. صحيح. آمم، أغلب الأمهات وبالذات اللي بيكونوا أعمارهم أصغر وممكن ما بيتوفقوا بحظ كافي في شريك متفهم تماما، لازم الخلفية الأسرية بتاعت أمهم أبوهم أو من الجهة الثانية الأم والأب للزوج تأثر في تربية الطفل. والحاجة دي دائما هي زي ما قلتي لما بتيجي تدرب الأم والأب لازم يكونوا تيم واحد، وأي أحد له شراكة في التربية يا يكون معاكم يا يكون عندهم القوة أنهم يطلبوا منهم عدم التدخل. كيف بتقدري توصل المعلومة دي للأم والأب بطريقة يسهل تطبيقها مثلا؟ شوفي، بغض النظر عن أي حاجة تاني حنرجع نقول الأطفال كائن ضعيف ما فاهم حاجة في الحياة. فإحنا كأم وأبو مهما كانت علاقتنا whether إنه إحنا البيرفكت فاميلي الحلوين الرائعين اللي بنحب بعض، ولا إحنا الأهل المنفصلين، ولا إحنا الأهل اللي بيننا مشاكل، كل حاجة لما تجي للطفل نحطها على قدام جنب. الطفل لازم تحط على جنب. م. لازم الكلام يكون واحد. يعني احترام الأم واحترام الأب من الطرفين لازم يكون موجود. كلمة الأم وكلمة الأب ما في حاجة اسمها كلمة الأب وتمشي وكلمة الأم تمشي، لازم كلمتهم تكون واحدة عشان ما يحصل فيه تذبذب في حياة الطفل. ما يعرف لمين يرجع. بالضبط، عشان ما كمان ما يحصل في تناقضات في حياتهم، عشان ما لما يوصلوا مرحلة هم يبقوا فيها أم وأبو بدل ما يظلموا بس أطفالهم حيظلموا شريكهم كمان معاهم. فدايما الحاجات حقت الكبار العناد الكده شُفت النفس الحاجات اللي ممكن تخلّي الواحد يكون عنده grudge داخلية مع شريكه، لو هم ما في بينهم تفاهم وكده لازم تتخطى aside، لإنه في النهاية هي مسؤولية. يعني الطفل ده أنا ما جِبته للحياة عشان أعذّبه، طالما أنا اخترت وجوده في الحياة لازم قدّام ربنا، قدّام نفسي، قدّام أي حاجة أكون أعمل المسؤولة. حساب للكائن اللي أنا جِبته في الدنيا. حدود التربية للمعلمين، بما أنه أغلب الوقت الطفل بيكون في المدرسة، وحتى لو تركيز المعلم ما بيكون متساوي أو موزع صحيح بين الأطفال، بس هم لهم دور
في تربيتهم بشكل أو بآخر. بس وين توقف حدود المعلم، ومتى يكون مثلا لا هنا الأم والأب يتدخلوا وهذا دورنا ما دورك أنت؟ شوفي تاني، هي علاقة. يعني حاليا التربية الحديثة أو الابروتشز حقت القرن 21 للتربية والتعليم والحاجات دي بتقول لك إحنا كوميونيتي كاملة، إحنا أسرة، إحنا فاميلي. المدرسة، الكالتشر والكوميونيتي اللي حوالينك، المعلم وولي الأمر. فلازم دايما الواحد يفتش، ما حقول على مدرسة بس على بيئة إنه يكون فيها التفاهم ده. يعني أنا لما أدخل بداية السنة أسجل بنتي ولا ولدي، أحكي عنهم، أوصل للمعلمة مثلا شخصياتهم، بيحبوا بيكرهوا، لما يكون مثلا في موقف معين بنتعامل معاهم بالطريقة دي. والمدرسة on the other hand لازم تكون مخلي الأم والأبو في الصورة في كل حاجة involved. في حاجات ما يعني مثلا لو في حاجات تداركوها المعلمين في المدرسة ما إلا توصل للأم والأبو. يعني في حاجات ما بيجديل، بتكون ما كل تصرف التفاصيل ممكن توصل exactly متعفوي من الطلاب. لكن لما يكون في مثلا حاجة ممكن وصلت حسيناها داخليا للطفل، أو حتزعله أو حتمسه عاطفيا أو حتأذيه، لا لازم. والمعلم دوره دور الأم والأبو بالضبط. ما في حاجة اسمها إنه ما له نفس الدور، لكن في حدود إحنا بالضبط. وبتختلف من فاميلي التانية. يعني مثلا عندي حدود ما حتكون عندك، عند الأسرة الثانية، عند الأسرة الثالثة. فعشان كده لازم يكون في conversation من البداية. تعاون المدرسة مع الأسرة والعكس هو اللي ممكن يحدد بالزبط. كل التفاصيل بالضبط. بتذكر حاجة من الحاجات اللي قلتيها صراحة وعملت لي كليك في دماغي، وجدا يعني ممكن أعكسها على حياتي وأتقبلها تماماً، إنه الأسرة السليمة الداعم الأساسي لها إنه تعتمد على الاحترام، عدم الكذب، وعدم الخيانة. والخيانة بأنواعها يعني مختلف أنواعها. الكلام ده صحيح تماماً وأتفق فيه معاكي، بس عايزة أعرف تجربتك الخاصة في تطبيق القيم دي في بيتك. دايماً أحياناً، ما عايزة أقول دايماً، أحياناً المعلم بيقدم تجربة بس ما بيقدر هو يطبقها لنفسه، مع أنه عارف تماماً أنه هي الصحيحة مثلاً. فكيف أنت بتقدري بتوازني ما بين الحاجتين دي؟ شوفي، زي ما ذكرتيكي قبل كده، الاحترام والكذب والخيانة دي في حاجات، في رولز احنا ممكن نتساهل فيها، وفي حاجات المفروض ما تتغير. دي قواعد احنا قمنا عليها. يعني حتى قبل ما يجي الطفل، قبل الارتباط، قبل أي حاجة، أنا لما قررت أني أنا أكون أسرة، العرس ما إنجاز، كوني أنا عملت الحفلة وعزمت الناس ده ما إنجاز. الكوميتمنت للحاجة اللي بعدها، التضحية، أعرف إنه أنا حياتي ما حقتي، حقت أشخاص تماماً عن وما بس على الأسرة الصغيرة اللي هو بيتي والإنسان اللي أنا حرتبط به والأطفال اللي حجيبهم، حتى على أسرتهم. أنا في النهاية لما الواحد لما يعرس بعرس قبيلة كاملة. فالفكرة هنا أنا وانس إنه أنا أخذت الكوميتمنت دي على نفسي، أنا لازم يكون عندي رولز. أول حاجة أنا بقول غير إنه الكذب والخيانة والاحترام، الحياة الخاصة اللي بيحصل داخل البيت، القواعد اللي إحنا بنخدها لازم تمشي جوا وبرا. فدي حاجات ما بتتكسر. بعدك في حاجات الواحد ممكن يعين لها بتتسهل فيها، لكن الرولز اللي بتتخطى البلوكس اللي بتبني عليها. طيب. عندي فضول أعرف أمثلة يعني من الأشياء اللي بتطبقيها في البيت مثلا مع دالي. يعني إحنا مثلا بنقول دائما أنا بحب أدي دالي توكيدات من الصباح، بقول لها أنت you're beautiful، بوقفها قدام المراية عشان أبني لها ثقتها بنفسها. أنت beautiful، أنت smart، أنت you're the most beautiful girl. هي بتكمل لي in the universe. حتى ما بقول لها in the world، بتقول لي universe. ليه؟ بقول لها عشان الuniverse أكبر. تاني حاجة بقول لها this home، بتقول لي this home we love each other and we're a happy family and we respect each other and we don't bother mama وبابا، we don't lie. دي الحاجات اللي خلاص. فلو حصلت حاجة من دي أنا ما بعاتبها، أنا بقول لها تعالي أنتي قولي لي. أو حتى ماما إلا داليا، أنا مثلا يعني مثلا ما حكذب في حياتي، لا حكذب، ما هو أنا ما ملاك نازل من السما. مصطفى مثلا في حاجة، طلعت الشباب، مصطفى طبعا زوج تهليل، فبنقول له تحية لك صراحة، ويا بختك بتهليل. الله يكتب لكم دايما السعادة يا رب. آمين يا رب حبيبتي، تسلمي. فمثلا طلعت الشباب أنا ممكن أتضايق لو هو طالع مع أصحابه، ممكن أنا يكون عندي حاجة، طب أنا حتأخر في الشغل، بعدين ليتر أون يقول لي والله العظيم عايزة أقول لك حاجة أنا عملتها، or دايما I did a mistake. will you listen ولا you will not listen. أنا on the other hand بتصل بيه وأنا مثلا عكيت حاجة في الشغل، لأنه هو دايما برجع له. قبل ما إحنا نكون شركة في حياتنا، أو إحنا أم وأبو، أو إحنا زوجين، إحنا أصحاب. فأنا بتصل بيه وبقول له I did something very bad.
بعد ما أكون عملتها في حاجة اللي هي واحدة من الرولز اللي أنا كسرتها. فبيقول لي how bad، عارفة بنمهد لبعض كده how bad. بقول له لا بعد حتزعلك، بعد ما حتزعلك، بعد أنا آسفة قبل ما أحكيها. فأي يعني إحنا خدتين القوانين المفروض ما تتكسر، لكن بس ما إحنا توصل بني آدمين أكيد بالضبط. هتتكسر بشكل لكن أو ما توصل بآخر. لعدم احترام. ده بالذات ما توصل الاحترام، ده لكذب، ما توصل بالذات الحاجة لخيانة. اللي ما فيها نقاش. يعني الاحترام والخيانة، يعني يقولي كذبنا الكذب ده احنا في الكذبات البيضة، لكن الاحترام والخيانة دي ما فيها نقاش. دي كانت أول حاجة، أول conversation كانت بيننا. أنا حقول لك 3 حاجات لو حصلت العلاقة دي قبل ما تبتدي حتكون انتهت. فالاحترام والخيانة بعدك بشيء. دائما بتشوفي في مرايتك لنفسك إنك مفروض تكوني قدوة لداليا ولا لأ؟ يعني مفروض داليا تبحث عن قدوتها بنفسها. أنا يهمني بس إني أكون دائما حوالينها قدر المستطاع، معلمة قدر المستطاع، صديقة قدر المستطاع، ولكن قدوة ممكن تكون أكبر، عشان دي نفس الحاجة اللي بتعمل شعور الذنب للأمهات كمان، إنه دائما لازم بيمنعوا الصغار من مثلا إنه يأكلوا أشياء غير صحية، فلما بيقفطوهم مثلا إنهم ماكلين يعني حاجة غير صحية في البيبسي. فهمتيني؟ يعني فالنقطة دي يعني النقطة دي يعني لو عند الأم الغير عاملة تعتبر موجودة، لما تكون مع تهليل بشوفها بتكون يعني أكبر. شوفي مثلا أنا عايزة أكون قدوة لداليا، لكن ما عايزة داليا تقلدني. عايزة داليا تكون أحسن من داليا حقت امبارح. ما عايزاها تعاين لي، عايزاها تتعلم مني بس ما تبقى أنا. تبحث عن قدوتها الخاصة، تكون بس شخصيتها الحالة، تفرض. يعني داليا ما شاء الله شخصيتها قوية، ودائما في ساعات كلامها هو الماشي. حتى لو غلط أنا ما بحاول أكسر كلمتها، أنا بمسكها وبحاول أشرح لها الصح، وبعدين هي she has the options. فدائما بتجي بتقول لي أنا ما سمعت كلامك في consequences. بقول لها consequences اللي أنت عملتيها، يعني أنت قلت لي ماما أنا ما سمعت كلامك في كده فحصل 1 2 3. طيب أنتِ ما سمعتي كلامي ليه؟ قالت لي you're right. قلت لها ما I'm right. أنتِ لازم تتعلمي وتعرفي الconsequences حقت الحاجة اللي أنتِ عملتيها وتتعلمي منها عشان المرة الجاية ما تعيديها. فأنا ما عايزة أبقى لها قدوة، أنا عايزاها أعلمها الحاجة الصح وهي تكون قدوة نفسها. يعني ما عايزاها تبقى شخصية غير شخصيتها ولا تحاول تتقمص، مع إنه هي دائما بتقول لي I'm proud of you, I want to be you. يعني دايما بتقول I want to be the boss like mommy. فساعات باخدها معايا المكتب وبتشوف أنا في المكتب بكون جايطة اليوم كله وداخلة وطالعة. فيوم وقفة قالت لي ماما what's your job? Are you the boss? قلت لها yes I'm the boss. قلت لها I want to be the boss like you. فدايما كل مرة لما أجي في البيت مثلا أكون تعبانة أو متضايقة أو مثلا تحس إنه أنا down، تقول لي are you still the boss ولا you're not the boss yet؟ تقول لا I'm still the boss. فعارفة عايزاه تتعلم من كمان. exactly. أيوة يعني أنا بحس إنه أنا proud. أنا ما عايزة أكون القدوة بتاعتها، عايزاها تتطور ما بين شخصيتها القديمة وشخصيتها الجديدة. بس حلو الإحساس ده، يعني أكيد طبعا. يعني هي قالت لي I want to be the boss like mommy. بقول لها أنت ممكن تبقي boss، لكن تبقي boss في الحاجة اللي أنت بتحبيها. أنت what do you want to be. Find the Dahlia inside you، طلعيها. بعد ذاك شوفي الصح من ماما حاولي خديه، لكن ما تاخدي حاجة غير شخصيتك. قبل شوية قلتي حاجة يعني كمان عايزة أرجع لها، إنه النقاط اللي حطيتيها ما بينك وبين زوجك قبل الارتباط، وإنه كيف بالارتباط أنت مش بتتزوجي شخص فقط، هو بتتزوجيه وبتتزوجي قبيلته. فمن النقطة دي عايزة أعرف بالذات التوافق ما بينك وبين مصطفى. طبعا انت مواليد هنا مثلا، هو تقريبا مواليد السودان زي ما قلتي. انت الرابط الاول، العمود الفقري الاول اللي كان بربطك بالسودان هو والدك. وكان هو اللي بيحببك عن السودان وبيحكي لك اكثر واكثر، وممكن هو اللي يعني كان نقطة البداية إنه أنت بتحب السودان قدر ده بالبريس بتاع السودان، بتاع النكلس بتاع السودان. فكيف كان يعني تأثير والدك الإيجابي في إنه أنت يعني رفلكت على حياتك مع مصطفى بالرجعة لحاجة تخص السودان؟ شوفي بابا كمان اسمه مصطفى، شفتي كيف ضبط كونكشن. بابا دائما كان الرجل السوداني عرفتي؟ سوداني يعني أصيل. السوداني أصيل. فحتى بابا دائما بحب أشوفه بالعمة وهيبة العمة فيه، وما شاء الله بابا طويل. فدائما لما يكون لابس العمة وبابا صوته حلو، فلما يغني حلو. أعطاك الصوت ده ولا لا؟ لا. نجرب مع بعض تهليل. فبابا لما يغني دائما كان يعني، وبابا
أنا هسي زي بابا ما بسمع، نادر ما أسمع عربي، بسمع سوداني بس. فلما تقول لي أغاني أجنبية ولا كده بقول لا، وديني مصطفى سيد أحمد، وديني وردي، وديني الحتت البعيدة، والله بابا ده هاشم عمل مرغني. حاجة حلوة فإكزاكتلي. شديد يعني. فدايما بابا كان بدندن، وبابا صوته حلو. فبابا دايما كان ريفلكتد الرجل السوداني. أنا حبيت الحاجة دي في بابا. يعني بقيت عارفة إنه أنا مستحيل أعرس إلا سوداني. يعني كنت بدور على الرجل الشرقي السوداني الأصيل ذاك اللي فيه حلقة دم بابا فيه الحار. اكزاكتلي. اللابس عمم. أنا مصطفى ما بحب البس عمم، لا لكن بالله. ما بحب البس عمم، لكن كنت بدور على كده. أصريت إنه أنا أعمل عرس في السودان، يعني مع إنه أهلي كلهم هنا أو برا. ما في إلا أهل بابا أعمامي البسيطين الموجودين في السودان، لكن أنا أصريت إن أنا لميت الدنيا كلها وديت السودان. عملنا العرس في السودان. ما كنت حاسة نفسي إني أنا ممكن أرتبط ببني آدم ما سوداني. يعني دي كانت خلاص بوينت عندي. تاني حاجة، مصطفى عايش في السودان، جا هنا للشغل، لكن هو طالع من بيت open minded باحترام. يعني طالع من بيت مسالم، صوته واطي. يعني لما ادخل عندهم البيت بحس بقول لهم انت انتوا صوتكم صوتك عالي. واطي، انتوا صوتي عالي شديد، انتوا صوتكم واطي هادئين. يعني عمو بكري ابو مصطفى يعني هو انا بقول له انت كوبي بيست من ابوك. يعني فيش في لحد هسي، لحد اخر مره قبل الحرب لما احنا مشينا السودان كانت 2019 وكنت حامل بداليا، جا داخل البيت جاب لي عروسه مولد ولبناته، لكن جاب لي ماما كوثر اول. ف يعني بعد مامة العمر ده مصطفى. كله مصطفى بعد العمر ده كله بدأ بيها هي أول. لما يتكلم معاها بيتكلم معاها احترامه ليها، تون بياخد مختلف. تون مختلف وبياخد رأيها أول. أو مثلا لما يقولوا له حاجة، مع إنه هو راجل البيت، هو بروفيسور وهو عنده 4 أولاد، بنتين وولدين، فبيجي بيقول لهم أسألوا ماما. فأنا كنت بشوف الرفلكشن ده في مصطفى. فأنا لما دخلت عليهم يعني أنت لما قلت لك تاخدي قبيلة كاملة وهم بياخدوا قبيلة كاملة on the other hand، لازم واحد يكون بنفس الفهم، بنفس الاحترام. الصوت العالي في البيت حيفرق في الأولاد، أسلوب تعامل الأم مع كيف الأبو تقدروا حيفرق. تندمجوا مع بعض بطريقة تبقوا تتشابهوا إلى حد ما؟ بالضبط كده. يعني الطريقة اللي هم قاموا بها، كل زول عنده مساحته الخاصة، بيحترموا مساحة بعض، بياخدوا رأي بعض. فالحاجة دي رفلكتت في مصطفى. فلما حصل فانعكست برضو عندي في البيت. فالشريك الصح أو الصديق يعني الشريك الصديق الزوج، فالموضوع ده مدرسة. الواحد ما اللهم إنه العرس والسلام ولا أنا وصلت عمر معين. فبتكملي تكملة سليمة. بالضبط كده. فأنا دايما مؤمنة تماما إنه الأم والأب عندهم تراكمات سابقة من أجدادهم، والثقافة اللي نقلت صحيح. عبر الأجيال حننقلها للأطفال. فأنا لما أطلع من بيت مسالم، من بيت هادئ، حينعكس في أسرتي. في المقابل ده ما شرط. يعني ما شرط إنه أنا مثلا طلعت من بيت صوته عالي، أو الأم والأبو مثلا منفصلين، أو الأم والأبو بينهم مشاكل، أنا ما حكون إنسان زي سوي. فاقد الشيء يعطيه أو فاقد الشيء لا يعطيه، الاثنين صح. فالقاعدتين موجودتين الاثنين صح. وسليمات. الاثنين صح. أنا اللي بختار، أنا المسؤولة عن اختياراتي. طيب يا تهليل، يعني أغلب النساء العاملات بيكون عندهم ضغط أكثر بوجهة نظري من الرجل العامل، لأنه هو أصلا خلق لهذا الجانب، وإحنا إلى حد ما دخيلات عليه. بعقلية تهليل بكل الكلام اللي يعني صراحة أحييكي على كل التفاصيل اللي مرينا عليها، كيف بيكون التوازن ما بين ضغط العمل، التعامل مع الزملاء، في زملاء أنت بتدربيهم مثلا بيكونوا معلمين، أو مثلا بتقابلي أولياء الأمور بس في زملاء أعلى منك كمان، فكيف التعامل هنا بيكون بروح المعلم أو بروح مدربة المعلمين اللي دايما بيكونوا ما أعرف كيف أشرح لك، بس دايما إحنا بيكون عندنا خلفية أو نظرة مختلفة للمعلم، دايما مفروض يلمع، لأنه لو في معلم عمل شيء غير جيد بيروح معانا لما نكبر. صح. فكيف بعقلية تهليل بتقدري توازني كل الأمور هذه في بيئة العمل؟ طيب شوفي، كل واحد جاي من بيئة مختلفة، كل بني آدم عنده ضغوطات، وكل بني آدم جاي من مجتمع مختلف عن المجتمع. القواعد اللي إحنا خديناها في الأسرة حترجع في العمل مرة تانية. إحنا ما جايين نحب بعض وما جايين نبقى أصحاب. ممكن في أصدقاء عمل ممكن إذا يكونوا صادفت أقرب الناس اللي أنت بتعرفيهم من سنين، لكن الاحترام ده ما أوبشن.
يعني ما في حاجة اسمها بالذات إنه هي بيئة عمل. يعني لازم أكون professional، لازم أكون respectful. دي حاجتين ما ممكن نلعب بيهم. ودايما قبل نفترض حسن النية. يعني في برضو بيئة العمل ممكن تكون من أشرس الحتت اللي أنت ممكن تكوني موجودة فيها، صحيح. لكن أنت بتمثلي نفسك، فدايما خلي إمباكت حلو عنك. برضو ما حتسلمي، أنت برضو ما حتسلمي، وما تحاولي تبرري. يعني ما حتسلمي من عملت كده عشان هي قصدها كده، ولا مثلا هي لما قالت الكلمة دي كانت شايفة كده. أنا أو غيري أو أي واحد نشوف إنه إحنا ما الناس والناس ما إحنا، وإحنا ما جايين نرضي واحد، إحنا جايين نأدي مهام لهدف معينة معين، لبروجكت معين في وقت معين، و at the same time نرفع من نفسنا. ما أنا بطور من نفسي، أنا شغلي بطور مني. الحاجات اللي بشوفها حتى التعامل مع الناس الانتراكتيف ده، وذر أنا أولياء أمور ولا مدارس ولا معلمين ولا زملاء عمل ولا مدراء ولا ناس أصغر مني في الشغل، فأنا بمثل نفسي وبفرض احترامي وبتعلم من كل واحد قدامي. أنا بتعلم، لكن كوني إني أنا موضوع الاحترام ده ما خيار أبدا لأي واحد. فيها حدود، فيها خطوط. ممكن نطلع بناس يكونوا معانا عشرة لحد آخر يوم في عمرنا. صح. ممكن يكون نطلع بدرس يعلمنا نكون كيف أفضل مننا إحنا. كيف يكون التعاملات وما في أنافس إلا الجاية. نفسي، ما أنافس أي واحد قدامي، أنافس الأنا عشان أبقى أنا أحسن من نفسي في الشغل، في البيت، في كله. بما أننا مرينا على ضغوط العمل أو الضغوط اللي من البيت ومن العمل، فأحيانا بتأثر على يعني نفسيتنا أو العامل النفسي اللي بنعيش فيه كل يوم. فالعامل النفسي إذا أثر تأثير سلبي، كيف مفروض نعطيه درجة تقبل، وكيف على أساسه ما إحنا لو تأثرنا نفسيا من أي سبب من الأسباب، بالذات إحنا في منصب بتاع تعليم، كيف نقدر نتقبله، نقدر نحطه على جنب، نعالجه في نفس الوقت وإحنا قاعدين نشتغل، ونفس الوقت وإحنا قاعدين نربي. بس كيف تكون الآلية هذه طريقة سليمة بحيث إنه أنا ما أأذي نفسي زيادة، وما أأذي المجتمع اللي حواليني، سواء مجتمع العمل أو مجتمع الأسرة، ولا أوصل الأذية للطفل سواء كان طفلي أو طفل الغير. شوفي، مصطفى دائما بيقول لي don't let it get to you. يعني أبدا مهما حصل الموقف قدامك ما تخليه يؤثر، ما تخليه يدخل جوا. أنا مشكلتي إني أنا عاطفية جدا، فبتلاقي إنه الموقف حتى لو ما بيخصني، لا let it get to me، وزعلت ورحت البيت ما عايزة آكل، أو دخلت الشغل والشي مقلوب. ده مشكلة بيبين علي. ما في إنسان كامل، وما بتقدري أنت أجان. هي مواقف أنت بتتعلمي منها. في موقف كسرك جواكي، عرفتي إنه لو حصل مرة تانية ما حيتكرر. هنا حيكون التحدي، إنه لو نفس الموقف اتكرر مرة تانية وأنا رجعت عملت نفس الرياكشن، هنا يبقى الغلط. هنا أنا الغلط فأول مني. مرة أتقبلها، أنا بني آدم وممكن عادي حاجة تحصل، بس أخذ منها درس للتعامل اخذ منها القادم. الدرس بالضبط. لكن ما في، يعني انت طول ما انت بني ادم بحس عندك مشاعر جوا، بتتحرك، بتتعاملي مع الناس باحترام، او بتتعاملي مع الناس بطريقه متوقعاهم هم يتعاملوا بها معاكي. فانا بفرض احترامي عشان الناس تحترمني، او انا بتعامل معاكي بطريقه انا عايزه what I want for you is what I want for myself. ف يعني ما كل برضه، فانت الشخص اللي قدامك ما انت، فما تتوقعي ما منه تتوقعي انه ردة فعل. exactly. فحتوصلك، حتحسي، حتزعلي، حتتضايقي. هنا برضو الحاجات اللي حوالينك حتعمل دور. الفريق حق العمل المتعاون اللطيف الظريف اللي ممكن يخفف عنك، ده جزء. الشريك الصح اللي ممكن ياخد منك ويمتص غضبك، ده صح. حتى في النهاية ممكن تكون بس انك تروحي تنومي، يعني خلاص تستسلمي وتنومي، تبعدي عن الموقف exactly. والمكان. تقومي تاني يوم الصباح وانتي with another spirit. حلو. حابة أعرف منك، لو طلبت منك تنزلي لعقلية الطفل وترجعي لعقلية الأم والأب، وكمان تروحي لعقلية المعلم، لكل واحد بدوره، بمستواه، بعقليته، بتفكيره، كيف ممكن تعطيه نصيحة إيجابية عشان يوصل للمرحلة إنه فعلا يبدأ يقارن نفسه بتحدي ما بين قبل وبعد، بعيدا عن المقارنات اللي دايما بنلقاها إنه إحنا بيننا وبين اللي حوالينا. شوفي، الطفل ما بتقدري تديه نصيحة، الطفل بتحتويه، بتنزلي، لو نزلتي مستوى بتحضنيه، بتلعبي معاه، بتحسيه بالأمان.
الكلمة الصح بالنسبة للطفل أو الحاجة اللي أول حاجة إحنا بنحسسيه إنه هو منتمي ليكي، منتمي للمدرسة، منتمي للبيت، منتمي للبيئة اللي هو فيها. لو حس بالانتماء وبالأمان أعرف إنك أنت بتربي طفل سليم. فالطفل حتخليه يبقى طفل يتعلم من الحياة لحد ما يوصل مستواكي. الأم والأبو بتقولي لهم إنه في النهاية أنتوا يعني التعب اللي تعبتوه عشان يكون في الطفل ده في الحياة بيستاهل الحب، بيستاهل الاحترام، بيستاهل التفاهم بغض النظر عن شكل العلاقة بينكم. أو المعلمين في المدارس شوفوهم كلهم أطفال أو شوفوهم كلهم واحد، ما تحاولوا تفرقوا بينهم بأي طريقة كانت. في النهاية الطفل ما يعني تصرفاته ما بيده، الحاجة اللي هو بيعملها أجان ممكن يكون عندك معلم سليم ورائع 1,000,000%، بس التربية اللي في البيت ما مساعدة، فالطفل بيجيكي باتيتيود أنت ممكن ما تتقبليه. فهنا بس أي مكان بيكون موجود فيه الطفل الاحتواء. احتواء، العطاء كمان. أنت لما تحتوي بتعملي كل حاجة، يعني أنت عارفة لما يكون عندك إحساس إنك أنت احتويتي حتدي بحب، حتسمعي بحب، حتتكلمي بحب، حتتعاملي بحب باحترام. يعني شفتي كلمة احتواء هي المظلة اللي تحتها كل حاجة. والله يا تهليل ما عارفة وما قادرة يعني أوقف الكلام والعطاء والأخذ معاكي، لأنه في كل نقطة بقدر يعني أستفيض منك أكثر وأكثر. فأنا شايفة رحلتك كأم وحاليا كقائدة في المجال اللي أنت حاباه، وهي رحلة مليانة بتجارب تزيدك حكمة وتزيدك توجه وتنور وتزيدك تحدي عشان تشوفي نفسك بكرة كمان كيف. ما ودي أختم، بس للأسف هقول لك شكرا 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 لوجودك، ومرة تانية شكرا أنك لبيتي الدعوة. أنا جدا استمتعت، وفي يعني ثقل كبير من الأشياء اللي استفدت منها فعلا، وأتمنى الجميع كمان يعني يوصل لهم هالإحساس بالاستمتاع وبالمعرفة والاستفادة. صراحة دائما كان بيلهمني أنه أشوف النجوم اللي حوالين قمرة وأحاول أوصل للقمر الخاص فيهم، وأتمنى أن اليوم يعني قدرت أوصل الحاجة دي معاكي وللجميع. فشكرا مرة تانية تهليل، كنت ضيفة خفيفة ويعني جدا الحوار معاكي ممتع. أنا الشكر إنك أنتي أديتي لي مجال إنه أنا أبقى أم، يعني ما خدتي لي rules و restrictions على أساس إنه أنا مثلا أحاول أبين القائدة المثالية ولا المعلمة الفاضلة ولا الشخصية المثالية اللي كل واحد متوقع إنه هي تكون موجودة في المجتمع. بالعكس أنا بني آدمة زي كثير أي كثير بني كثير آدم. مهم إن إحنا نشوف يعني ناس طبيعيين زينا بيغلطوا وبيعرفوا يصححوا أخطائهم بالطريقة السليمة، عشان نطلع من فقاعة المثالية اللي غير موجودة. المهم إنه إحنا نفوكس على نفسنا، يكون تركيزنا الأول والأخير على نفسنا. صحيح. يعني إرضاء الناس دي حاجة مش شبه مستحيلة. يعني الواحد لما غير البني آدم موجودة. البني آدم ما بتملى عينه إلا التراب. يعني أنا لو بقيت عملت لي تمثال حطيته في نص العالم في النهاية حيقولوا مثلا فيه خربشة. فالبني آدم صعب إنك أنتي ترضيه. صحيح. فعشان كده الواحد برضي نفسه فقط لا غير. لو أنا رضيت نفسي، لو حسيت إني أنا مكتفية بنفسي، ما الباقي تفاصيل as long as أنا ما بأذي واحد، as long as إنه أنا مثلا الحاجة اللي أنا بعملها لنفسي دي أنا ما ريفلكت بطريقة سلبية على غيري من قريب أو من بعيد. لكن أنا اللي بشكرك إنك أنتي سمحتي لي إني أنا أكون هنا واستضفتيني بالعكس، ومبسوطة جدا إني أنا عرفتك. نورتينا في قمرة. واسمحي لي أقول للمشاهدين واللي أتمنى أنهم استمتعوا معانا اليوم في قمرة، ألقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة ونجم حوالين قمرة كمان ملهم ويلهمنا جميعا. شكرا.